يا ريت قبل ما أبدأ الحكاية تصلوا بينا على النبي، وعايزاكم يا حلوين تشتركوا في القناة وتشجعوا الكاتبة المبدعة جيجي عشان قصصها جميلة جدا، والصعيدي معاها حاجة تانية. ويلا بينا نبدأ الحكاية. في الصعيد وتحديدا في بيت العيلة. ايه اللي بتقوليه ده يا أمي؟ مستحيل. راين شاب 40 كبير البلد بتاعتهم، ملامحه كانت جادة وعيونه حادة، لابس بدلة سودة وفوقيها عباية باللون الأسود. قال كلامه الهدى أمه اللي قالت له: يا حبيبي افهم، مرات أخوك الله يرحمه صغيرة وما هتقعدش، لو ما اتجوزتش النهاردة هتتجوز بكرة، ما ينفعش تدخل حد غريب على ولد أخوك، احنا ما عارفين ايش هيعملوه كيف، وانا عايزة حفيدي معايا قبل ما اموت. لا يا أما، حوار ست كبيرة وأنا جربت أموت وعايزة حفيدي جنبي على آخر أيامي، تنسيه خالص، أنا ما أعملش كده. إذا كنت أنا شخصيا لما كملت جوازها مسحت بيه بلاط المكان وقلت له كلام يسم البدن، أقوم أنا رهان الدسوق على سن ورمح كبير الأرياف اللي الناس كلها بتعمل لي الحساب وتتمنى نسبي، أتجوز بنت الجنيني؟ التاني بقى إنها كانت مرات أخويا كمال الله يرحمه، إزاي أقعد معاها؟ لا ما أقدرش. ولا عشان خاطر أمك؟ لو سمحت يا أمي ما تضغطيش علي، دي بنت زبالة وأهلها زبالة ما بيفكروش غير في الفلوسات وبس، كل همها أنها تجمع فلوس. إجديها تاخد فلوس ولد الله يرحمه وكمان ورث ولدها، وما هنعرفش نعمل حاجة عشان خاطر يتجوزها وحافظ على فلوس حفيدي. هنحطها له وديعة يا أمي ومحدش يعرف ياخد جنيه منيها لحد ما الواد يكبر، وفلوس ولد الله يرحمه اللي تعب وشقي فيها. اعمل لي بس الطلب الصغير ده عشان خاطري. تعرف ان انا ما بقدرش اقول لك لها عشان كده بتضغط عليا صح؟ لا، لان دي الحاجة اللي ما عايزاش غيرها من الدنيا كلها ولدي. عالية من غير حاجة كل يوم عند شيخ عشان تعمل لي عمل عشان نرجعها، لو عرفت ان انا اتجوزت تروح تعمل لي عمل وتسخطني قرد. لو ناوي ترجع العالية وترد عشان بنتكم كلي. ما ناويش ارجع العالية ولا هانو اصلا. خلاص اتوكد ان بنتك في امان، جنة هتعملها كيف، دي طيبة خالص والله انت اللي طيبة، دي واحدة طماعة جوزته على اساس انها بتحبه وهتتجوز اخوها عادها، فين الحب بقى؟ بيبقى في الزاوية. عموما نعمل اللي انت عايزاه، الليلة هنروح نكتبوا عليها يا ولدي. اعمل اللي انت رايداه يا امي. وسابها وطلع فوق. في مكان تاني كانت ست في 40 بتكلم راجل في 60، ده رؤوف ابو جنة وبتقوله: حرام عليك، طلع البت من الأوضة، البت من الصبح لا واكله ولا شربة هتموت في يدك. بنت غبية يا سماح وما تعرفش تفكر، مش تحمد ربها وتبوس يدها، معدولة مقلوبة ان ريان بيه يتجوزها، ده الناس كلها تتمنى نسبه. طب انا هدخل اجنحها. ودخلت الأوضة لقيت بنت في 20 بملامح حزينة، بنت ببشرة بيضة وعيون عسلي وشعر اسود، كان واصل لنص ظهرها فقربت منها. فين ولدي يا سماح؟ بطلوا الحركات دي، أنا مش هتجوزه، مش لو مديت عليك يدي، لا لو موتيني. أنا اتجوزت كمال عشان كنت بحبه. شفتي بتقولي ايه؟ انت اطلع انت بره وانا هجنحها. هي نفس البيت ونفس المكان ونفس الأشخاص، ليه بتعملوا فيا كده؟ حرام عليكم. عشان ولدك وفلوساتكم، لو أخدوها ما نقدرش نرجعها منيهم، ولدك هيتربى وسط عمه وجدته وناس هو بيحبهم هم بيحبوه. انت ما تعرفيش ريان دي كان راجل مؤذي كيف، فاكر ان الطماعة مش بيقولوا علينا غير ناس طمعانين وخلاص. ما يقدرش يقول حاجة لأن أمه هي اللي مجوزاه وما يقدرش يزعلها، وبعدين هو اللي جاكي برجليه، لو قال لك جعانة قولي له جتني ليه. عارفة انك بتحبي كمال وانك صعب تتجوز اخوه، بس عشان ولدك. وولدي لما يكبر ويلاقيني متجوز عمه هيعجبه الموضوع، يقدر يزعل مني اكتر. لا ده كله ليه. يلا بقى الناس جايين بعد العشاء عشان يكتبوا كتاب، مش عايزينك تصغرينا قدامهم. الله يرحمك يا كمال، رحت وسبتني في البهدلة دي. الله يرحمه، قومي معايا خدي دش وغيري. جنة قامت معاها وهي حزينة، وبالليل كانوا بيكتبوا الكتاب. مبروك يا عريس. راين مردش عليه وبص الجنة. يلا على العربية. وطلع من غير ما يستنى ردها، ورجعوا على البيت وهدى قالت: أنا هاخد الواد يبات معايا الليلة. ليه بس سيبيه يبات معانا؟ هدى بصت لابنها بغيظ: وحشني افهم بقى.
وخدته ومشيت، وأول ما دخل الأوضة قفل الباب وهو متضايق. إياك تقرب مني لو سمحت، أنا بحب كمال، أنا اتجوزتك عشان الواد بس. باين قوي حبك لكمال، أول ما مات رحت اتجوزت أخوه. أنت ما بتسمعش ولا بتفهم، أنا قلت لك اتجوزتك عشان الواد. اتجوزتيني عشان فلوس الواد أصلا، انت كل اللي همك الفلوسات. ولدك دي لو كان اديناكي قرشين كنت اتنزلتي عن حضانته، ما كانش فارق معاكي أصلا. الواد ده ولدي، وانت عارف زين انك ما تقدرش تاخده يا ريان، عشان كده اتجوزتني. اكيد مش اتجوزتني عشان جمال عيوني ولا ابويا البواب. واخدت هدومه وراحت على الحمام، وهو وقف شويه يستوعب اللي قالته. اتنهد وهو متضايق وقعد على السرير، وهي طلعت بعد ما لبست بيجامه سودا للنوم وحطت مخده على الارض. قومي نامي على السرير، ما تتصعبانيش كده. دي على اساس ان انت عندك قلب والناس بتصعب عليك. سيبني انام، مالكش صالح بيا. كده ماليش دعوة بيكي، ما قربش منك أصلا. تهني مجرد خدامة للواد وبس. أنا لما أحب أتجوز عليك عادي، بس أجيب وحدة تليق بريان الدسوقي. ما فيش داعي للحركات دي، تتهزيشي شعرايا فيا أصلا. طب وبقاك شباك، شوف الشعر عندك ما بيتهزش ليه، لكون البصيلة عطلانة ولا حاجة. لو جيت عندك هوريك العطل على أصله، اتخمدي. وريان قعد على السرير، وأول ما نامت شالها وحطها على السرير جنبه. نام هو كمان على الطرف التاني. في صباح يوم جديد التفتت له بنوم وحضنته، بس فتحت عيونها ولسه هتكمل برقت بصدمة اما شافته، وصرخت بصوت عالي. قعدت بسرعة وطلع السلاح وجه عليها وبقى يقول في ايه. أول ما شافت السلاح بقت تصرخ أكتر، وهو بيقول تصرخي ليه؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الله. نزل السلاح. وانت بتصرخ عشان انا هنا؟ ايوه، اللي جابك جنبي ومسكني كده ليه؟ رين مسك المخدة وبقى يخبطها بيها. قطعتيلي الخلف على الصبح، الله يخرب بيتك. بس سمعته أمه وقعدت تخبط على الباب. ريان، ده زينة ولدي، انتم كويسين؟ ودينا اروح اقول لها افضحك عشان تحترم نفسك وتحرم تاجي يمتي تاني. ولسه هتقوم شدها وقعها تاني على السرير. هتقولي لهم ايه؟ صحيت لقيت جوزي جنبي وترزعي هنا. ترزعي بقى اما اروح اشوف البلاوي اللي عملتيها على الصبح دي. ايوه يا امي. خير يا ولد، انتم كويسين؟ سمعت صويت عنديكم. لا، دي الهبلة اللي اتجوزتها لي شافت فار في الأوضة فصرخت، لو جاي تاني هخلص عليه. الجملته الأخيرة وهو بيبص الجنة بتحذير. خططوني، مدام صحينا أنا هخلي سما تحضر الفطار وننزل ناكله سوا. أيوة ماشي. وقفل الباب وبص الجنة. تبص ليش كده؟ قلت لك ما انت مش جنبي. ثابت. ودخل الحمام، أخد شاور وطلع يكمل لبس، وهي راحت على الحمام استحمت وبدلت هدومها، بس لسه بتلبس اسود. وقفت قدام المراية تمشط شعرها، وهو كان قاعد على السرير بيبصلها بتوهان، بس نزل عيونه بسرعة. أول ما شافها بصت عليه. أني هصلي الصبح وننزل ماشي؟ راحت اتوضت وصلت، ونزلوا تحت يفطروا، وهدى قالت أني هاخد الواد وهنروح نتفسح. تمام يا أمي، أنا أروح الشغل. شغل إيه؟ أنت لسه متجوز امبارح. لا، عندي شغل ضروري. وانت يا حبيبتي ما يصحش تفضلي لابسه الاسود كده. لو سمحت انا مرتاحه كده. سيبيها يا امي، اسود ولا اخضر هيك كده بومه. ومشي، وهدى اخدت الولد بحرج ومشيت. في مكان تاني كانت واقفه ست في ال30 بغضب مع ست أربعينية وبتقول الله يخرب بيتك يا وصيفه، بقى انا عماله اجيب لك الحاجات عشان ترجعهولي، يقوم متجوز مرة اخوي اوليه. انت جبتيلي قطره بس ما جبتليش قطرك انت عشان اظبط لكم سوا. عالية مسكت فيها. داني هخنقك، داني هروح فيكي في حديد. ما قلتليش ليه انك عايزة زفتي؟ اهدي بس، واللي اتكسر يتصلح نكرهه فيها تاني. بس انت هاتيلي حتة من قطره وحتة من قطرها ونعمل مشاكل بيناتهم ونطلقهم. بعد كده تجيبي لي حتة من قطرك انت وقطره، وبعد كده يرجع لك. أنا قلت لك عايزاه يبقى خاتم في صباعي، طلقني. ودلوقتي بقول لك عايزة أرجعه وجوزتيه مرة أخوه، هتعملي فيه إيه تاني يا مصيبة؟ وأنت ما بتدينيش المعطيات الكاملة ليه؟ الله. ماشي، خليني ورا الكداب، أروح أجيب لك قطارهم. ومشيت. بالليل عند جنة كانت قاعدة في الأوضة بكاش مايو، كان رقيق وبتمشط شعرها، بس دخل ريان وهو بيصفر بهدوء. وقفت واتخضت. الصبح ديني وبالليل اديني، الله أكبر عليكي. جنة شدت عبايتها لبستها. أديك إيه؟
ايه قلة الحياة دي؟ ابقى كح ولا احطص ولا اعمل اي حاجة وانت داخل، في ناس معاك في البيت. معايا مرتي. أنا غلطانة إني بكلمك، حيوان أصلا. ونامت على الأرض بس شالها، بقيت تحاول تنزل. نزلني بقولك. نام على السرير. نامي. طب بعد عني. اما تنامي يا بعد. اتنايد وهو متضايق وهي نامت على الطرف، وسابها بس نزلت بعند ونامت على الأرض. يا بنتي تعالي. لا ومتشيلنيش تاني. ماشي تخمدي. وأول ما نامت شالها وحطها جنبه ونام هو كمان. في يوم جديد كانت جنة في المطبخ بس سمعت عالية بتزعق مع الحراس. طلعت. أنا عايزة أدخل أشوف بنتي. ريان بيه قايل إنك لما تحبي تشوفي بنتك تقولي له يجيبها لك. هو في إيه؟ المدام عايزة تدخل تشوف بنتها بس ما عندناش أوامر ندخلها. وهي الأم يعني عايزة إذن عشان تشوف بنتها؟ ريان باشا قالك ده. لا، لما يجي يقول له إن أنا اللي دخلتها. شكرا، أنا ما عارفاش أقول لك إيه والله. ما تقوليش حاجة. ما فيش قوة في الدنيا تقدر تمنع أم من إنها تشوف طفلها. اتفضلي. عليا طلعت خدت اللي عايزاه ومشيت، وبالليل رجع ريان والحارس قال له ريان بيه طليقة حضرتك كانت هنا وقت عند بنتها، وأنا مش قايل ما تدخلهاش وأنا مش موجود. إحنا لسه كنا بنمنعوها بس الست جنة قالت دخلوها. مالك أنت ومال ست زفت؟ أنت بتاخد أوامرك مني ولا من ست زفت؟ هي اللي بتديك فلوساتك ولا أنا؟ منيك يا كبير، بس مرتك يعني. أنت هتروح تقعد جنب مرتك عشان تسمع كلام جنة زين. هي بيه هي مرت حضرتك، فما كناش ينفع نقول لها لا عشان حضرتك ما تزعلش. لما تطلع ست جنة دي مكاني، هو اللي زعلني كلمتها ملاش أي قيمة. وأساسا ستك جنة ما تطلعش من البيت غير لما أنا أديلك أوامر إنك تخليها تطلع، وتدخلش البيت غير لما أنا أديك أوامر تدخلها. أنتم شغالين عندي أنا، بتاخدوا فلوسكم مني أنا، يبقى تسمعوا كلامي. أنتوا عارفين مخصوم لكل واحد فيكم أسبوع شغل عشان تسمعوا كلام جنة زين. ودخل أوضته وقفل الباب. يا زفتة، أنت ازاي تدخلي علي البيت؟ من ادالك الإذن تتصرفي في مكاني؟ أنت لو كنت موجود أنا ما كنتش هتدخل. لا تنسوا الفضل بينكم. يا ريان عيبك دي، هتشوف بنتها يعني، حرام دي أم مهما كانت. وانت مالك انت ومالك ده؟ تتدخلي انت ليه اصلا؟ كنت بعمل وكل في المطبخ، قلت لها اتفضلي. معقولة يعني احرسها في بيتها؟ ريان بدأ يدور في الهدوم بتاعته. ناقصين العباية السوداء بتاعتي، روحي شوفي خلاجاتك في حاجة منها ناقصة ولا لا. انت عبيط، هي تاخد عبايتك ليه يعني؟ فيها ريحة الغوالي. يا غبية، هتروح تعمل عليها عمل، هي بتحل مشاكلها بالأسحار والشعوذة. دي بجد؟ ايوه على فكرة بتعمل سحر فعلا، ده السبب اللي احنا اتطلقنا عشانه. هي عايزة ترجع لي واكيد هتعوز تفرقنا. شوفي اكيد خدت حاجة من عنديكي. طب لو هي دلوقتي عايزة تعمل سحر، عايزة ترجع لك ليه وهي كانت متجوزاك؟ كانت بتعمل أسحار أصلا ليه؟ عادي يعني، عشان أنا أسمع كلامها، عشان أشوف الستات اللي برا وحشين، وعشان ماما تسمع كلامها. دي هبل. مامتك هتبقى زينة لما هي تبقى زينة معاها، وانت ما هتشوفش حد تاني أحلى منيها لو انت فعلا بتحبها وشايف انها مرتك ومال يعنيك. ده كلام منطقي، انما هي ما بتتصرفش كده. انت ما بتخافيش تسحر لك؟ ربنا قال لا يفلح الساحر حيث أتى. أنا متوكل على ربي، ومدام الله يحمينا ليس في الأرض من يؤذينا. أنا ماشية بالمبدأ ده على فكرة، مانيش خايفة حتى منك. ريان بصلها بطرف عينيه. دلوقتي ما انتش خايفة مني؟ الله يرحم زمانه واليوم جيتي فيه كنت متخبية ورا كمال زي الفار المبلول، عشان ما كانش ينفع أعمل مشاكل ما بينك وما بين أخوك في أول يوم. ولو رديت عليك كنت هعمل مشاكل، كنت عايزة أشوفه هيدافع عني كيف. إنما أنا ما خايفاش منيك، أنا ممكن أقدر أجزمك نصين. بس سكتت لما لقيته بيقرب عليها جامد. هي أنت بتجرب كده ليه؟ أنا مش هخاف منيك على فكرة. وقعت على السرير ووقع جنبها، بصيت له جامد. تقسميني نصين حتة واحدة؟ كان في ممكن قبلها يعني. طب أنا عايزة أشوفني بقى وأنا مقسوم نصين. سيب يدي. لا لما تقسميني الأول. يا جدع بهزر معاك، طب تصدق. بس كان بيبصلها بطريقة وطريقتها. بعد عني بالله عليك، أنا عيلة ما تاخدش على كلامي، خليك أنت الكبير. عارفة إيه أحلى حاجة فيكي؟ إنك بتجيبي ورا وقتي. الثبات على المبدأ هيسيبك، عشان الصرخة حلوة، عجبتني الثقة كانت حلوة قوي. وسابها قعدت وبقت تلم شعرها من على وشها. تدخليش في الملكيش فيه عشان مقطعش عيش الحراس بسببك، كنت همشيهم كلهم دلوقتي. بس خصمت أسبوع لكل واحد. رجع لهم الأسبوع عشان خاطري. خاطرك؟ مالي أنا ومال خاطرك؟
طب اطلب مني طلب. وانا اخد منك انت ايه؟ ولسه هيمشي بس مسكت في ايديه ووقفت قصاده وبصت له برجاء. بالله عليك عشان خاطري عنديهم عيال تخصم لهمش بسببي، بس حبت تشوف بنتها مش اكتر. تنامي على السرير وما تناميش في الارض. ده مالك ومال نومتي الله؟ هو كده رجلت ما تسمحليش اشوف واحده ست نايمه على الارض وانا نام على السرير، ما نامش على الارض انا. بص لها جامد وقرب منها وقال لها بهمس قولي وهلغي الاسبوع كله. ماشي بس هتنام بعيد. يا بنت انت منتشي في دماغي اصلا، اما انا احطك في دماغي احط في رجلي ايه بس؟ وسابها وراح الحمام. حدفت عليه مخده. لا هو بينكد كمان، بس ضحكت بخفة على حركته. مجنون والله. طلع من الحمام ونام على السرير. نامت هي كمان على الطرف. بص لها بطرف عينيه وضحك. يا بنت جربي شويه لا توجع، ما عضكيش والله. اني زينك ده. نام على جنبه والتفت لها وشدها ليه. واه ايه في ايه؟ سيبني. نامي يلا. سيبني طيب. قلت نامي. بصت لعينيه وتلاقوا عيونهم ببعض وكان في بينهم نظرات جميلة. بس اتحمحمت وراحت للجنب التاني ونامت وهو كمان نام. في صباح يوم جديد كانت قاعدة جنبه بتحاول تصحيه. راين شدها نايمها على دراعه. نامي نامي لسه الدنيا. واه. حاولت تفلت من مسكته وفتح عيونه وبصلها بس سابها بسرعة أول ما شافها. معلش كنت لسه نايم. لا عادي كنت بصحيك عشان طلعت نتيجة ريان ولدي طلع الأول. المدرسة بتاعته بعتت لي رسالة. طيب ألف مبروك. تحب أجيب له هدية عشان أشجعه وينجح يعني أكتر ويحب المدرسة من وهو طفل. أنا معايا حاجة. طب ما هتدفعش بس كنت عايزاك تيجي معايا يعني عشان ما أعرفش الأماكن هنا. تمام بس هي مش هدفع دي، عايدة ماشية معاكي. أنا أقصد يعني. وأنت تقصديش أي حاجة تحتاجيها الريان تقولي لي عليها طوالي. دي ابن الغالي أصلا دي حقه، وأنت كمان دي حقك. أنت مرتي ومرات ريان الدسوقي، ما ينقصهاش أي حاجة ولا هي ولا اللي يخصها. يلا جهزي عشان أطلعك عشان المكان اللي هنروحه بعيد عن هنا. لبست وراحوا على المول. كان في سلم كهرباء. هو نزل درجتين بس التفت جنبه ما لقاهاش. بص لورا وكانت لسه واقفة. طلع تاني وقال ايه في ايه ما نزلتيش ليه؟ جنة مسكت في ايديه. خايفة أول مرة أطلع عليه. هاني معاك وقف على أول سلمة وحوط وسطها بإيديه وشدها عليه. سندت إيديها على كتفه وفضلت ماسكة فيه. فضل باصص لعيونها وكانت ماسكة فيه وكانت خايفة وكأنها خايفة تبعد عنه ونزلها. يلا بينا. بس المكان كان زحمة قوي وفيه ناس كتير. هاتي يدك لا تتوهي مني. مسكت في ايديه ومشي ووصل قسم اللعب. اختارت لعبة كبيرة وقالت هاخد دي. حطها في العربية بس أخدت لعبة تانية. ودي كمان. دي عروسة هتشتري له عروسة؟ لا دي لبنتك يعني هتقول لها ان انت افتكرتها احسن تغير وتفكر ان احنا اخدناك منيها ولا حاجة. وقدي انت اللي افتكرتيها مش انا. وانا مش هقول لها كأنك انت جبتها. يلا خد البنات بتغير بس خصوصي يعني العيال الصغير مش عايزين نزعلها. بص لها شوية بإعجاب. تمام. وراح عشان يحاسب بس شاف ان الشاب اللي عند الكاشير مركز مع جنة. في حاجة يا أخينا؟ مركز مع المدام شوية خير يعني بتشبه؟ لا أبدا أنا ما قصدتش. رين مسك إيديها وخباها ورا ظهره وطلع الفلوس رماها على المكتب ومسك جنة ومشي. ولما الواحد يكسر مكان على دماغهم يقولوا لك فلاحين وجهلة ما بنفهم شيء. هو ما عملش حاجة لدي كله. لا والله كان المفروض استنى لما يعمل. ليه عايدة ماشية معاكي؟ ايه حكاية عايدة دي؟ كلكتني. بس وهم في الشارع وقفتهم طفلة. اشتري مني يا بيه. معاكي ايه؟ شخليلة للبيبي. بس أنا ما عنديش بيبي. خلاص خدها منيها أي حاجة وخلاص. هتجيب يا بيه أحلى بيبي وقبل السنة كمان دي ما تلف إن شاء الله من الأمورة اللي واقفة جنبك دي بس أنت نفعني. راين وجنة بصوا لبعض بسرعة. جنة بصت بحرك في الأرض وهو بص للبنت بابتسامة وطلع فلوس كتير واداها لها وأخد منها اللعبة وركبوا العربية. وهو في الطريق حس بتقل على كتفه. بص لقاها نامت جنبه. حط دراعه وراها يحوطها وشدها على صدره وكمل طريقه. ولما وصل نزل وشالها وطلع فتح بيها باب الأوضة برجله ودخل حطها على السرير وشال حجابها واتفرد شعرها اللي كان جميل بقى يبعده عن وشها ويتأمل ملامحها الجميلة. فضل شارد فيها لحد ما نام. في صباح يوم جديد قامت من النوم من جنبه من على السرير فقعدت باستغراب. حس بحركتها وفتح عيونه هو كمان. صباح الخير. هنا ايه جابني هنا من العربية؟
طب رد الصباح حتى، أنا جبتك، نمتي هناك زي العيال الصغيرة وجبتك. جبتني كيف؟ شلتك وجبتك. كان ممكن تصحيني على فكرة. حبيت أزعجك فشلتك وجبتك. إيه يعني غلطت؟ الحق عليا. ايوه طبعا الحق عليك، مفروض تصحيني. طيب يا ست أنا غلطان، والمثل بيقول خيرك يطمر في اللئيم ولا يطمرش في الحريم. يلا يا بت روح اعملي لي قهوة. اكدي؟ طب مانيش رايحة. حدفها بالمخدة. يلا يا بت. مش رايحة بقولك. اكدي؟ طب خليكي. وبقى يقرب عليها بسرعة فصرخت ونزلت جري لتحت. لقي هدى في وشهم. ايه في ايه؟ ها؟ لا افتكرت اني سبت القهوة على النار وما طفيتش عليها. طب هاتي القهوة بسرعة. بصيت له بغيظ وهدى قالت يا بنتي القهوة بيسيبوها ويطلعوا. عن إذنك يا أمي أنا راجع. وراح أخد شاور وطلع شرب القهوة. عايزة حاجة؟ أنا رايح شغل يا جنة. سلام. عايز تاكل ايه لما ترجع؟ اعمل اللي تحبيه. شوفي عشان ما تقوليش عليا راجل متسلط وبفرض رأي. انتم كستات ليكم الحرية الكاملة لانكم تعملوا كل اللي انتم عايزينه في المطبخ. وطبطب على ظهرها ومشي. جنة ضحكت عليه وطلعت أخدت شاور ودخلت المطبخ وبقيت تجهز الأكل، بس الفون رن فردت. ايوه مالها سماح؟ ايه رجليها اتكسرت؟ يا خبر. طب اني جاية ماشي سلام. وطلعت الحراس قالوا رايحة فين يا مدام؟ وانت مالك انت؟ احنا عندنا اوامر ان حضرتك ما تطلعيش من غير اذن، واذا طلعتي ما تدخليش مرة تانية من غير اذن برضه. نعم. ومن مين الاوامر دي بقى ان شاء الله؟ دي اوامر ريان بيه. ليه هو انا مسجونة؟ يا فندم المرة اللي فاتت لما قلت دخلوا الست عالية واحنا دخلناها كنا هنخسر الشغل بسبب حضرتك. ريان بيه قالك دي ما تخليناش نخسر شغلنا. تمام. أني لما يرجع ريان ليه كلامي معاه عشان ما بحبش أقطع عيش حد بس. دخلت وقعدت في الأوضة وهي متضايقة. بعد شوية رجع ريان وهو بيصفر بهدوء، بس وقفت قصاده وخبطته في كتفه. هوني سجينة هنيه؟ كيف يعني تدي أوامر زي دي للحراس؟ ايه ده في ايه؟ في إن حضرتك قال للحراس إن أنا عشان أطلع من بيتي لازم أستأذن من حضرتك، وعشان أرجع بيتي لازم برضك أستأذن من حضرتك، وأني مليش خبر به الأمر ده. مرت أبويا وقعت ورجليها اتكسرت، أجي أروح أشوفها أجي الحراس بتاعتك دول يمنعوني. ايه دي بس متى يعني اديت أوامر زي دي؟ أنا وقت ما دخلت الست عالية بتعاقبني إني دخلتها. أنت كنت هتخصم للحراس وأنا اعتذرت لك ورجعت فلوس الحراس وخلصنا بقى في الموضوع ده، وكنت جاي لي بيني وبينك مش تخلي الحراس يمنعوني. ايه دي؟ أنا قلتها كلمة خلاص في ساعة غضب، أنا دلوقتي أحل لي كل حاجة. جنة كتفت إيديها وهزت رجليها على الأرض. وأنا مستنية حضرتك تروح تصلح. اتفضل بقى وهاجي معاك عشان أشوفك وأنت بتصلح. تمام تعالي. ونزل. يا شباب تعالوا. ايوه أنا رجعت في كلامي، كنت متضايق وقتها وقلت لكم كلام غريب. ست جنة مرتي وكلمتها تمشي على الكل هنا في البيت، وبرا تنوب عني وقت أنا أكون مش موجود. دي بيتها وتطلع براحتها في الوقت اللي هي عايزاه وترجع متى ما تحب، وليها الحرية تمشي حد من البيت أو تدخل حد البيت، وليها كل الصلاحيات بتاعتي لأنها مرتي وعلى اسمي. بصلها وكانت مكتفة إيديها وبتهز رجليها على الأرض. إيه حلو كده؟ أحسن شوي. تعالى وصلني عند مرات أبوي بقى. وراحت على العربية من غير ما تستنى رده. تمام يا شباب اتفضلوا كل واحد على شغله. وراح عندها. تمام دلوقتي أقدر أعرف أنت زعلانة ليه؟ طلعت عايل في الكلمة لها قلتها للحراسة ها ورجعت وصلحتها. مالك بقى؟ خلصنا. عشان أنت عايل فعلا. في راجل يقول لمرتها لما تطلع تستأذن كنت تقول لي فوق ما تطلعيش من البيت من غير ما تقولي لي. كنت تقول لي أنا كنت هقول لك قبل ما أطلع، إنما تبحتر كرامتي قدامهم كده. طيب يا جامد اسفين لحضرة سيادتك، رجعت لك في كلمتها انا اللي بحترت مبسوطة. بعد ما ردت لي احتباري قدامهم كلهم واحتضرت لي سماح، انا الا كرامتي معلش. لا الف سلامة عليك والكرامتك كمان، احنا برضو ما نقدرش ناجي عليها. انت مرات ريان الدسوقي، مرات ريان الدسوقي في كل ستات الارض بعد امه. مع امه كانت هتبقاش وتمشي رجبينا وتعدي ليلتك على خير بدل ما تقلب نكد. تمام مرات ريان الدسوقي في كل ستات الارض مع امه، حلو كده؟ نوعا ما يجي منيك. وكملت مشوارها ورجعها البيت. بعد كام يوم كانت قاعدة في البيت عاملة أكل كتير في الأوضة ودخل ريان. اهدي هو أنا دخلت أوضة حد تاني ولا أنا بتهيألي؟ دي أوضتك، أنا عملت لك عشوة حلوة. تسلم يدك. قعد قصادها. كنت عايزة أكلمك في موضوع. خير؟ أنا بحبك. كنا بصيت له وهو كمل. أنا بحبك، أنا كنت شايفك بطريقة غلط خالص،
لما عشت معاكي وشفتك اتعلقت بيكي وحبيتك، وبجد كان نفسي أقابلك في مكان تاني. كان نفسي أقابلك قبل ما أقابل أي حد. يا ريت قابلتك قبل ما أقابل عالية وقبل ما أنت تقابلي كمال. كان نفسي أحبك في ظروف تانية وأقول لكل الناس إني اختارتك وإنك اختياري. جنة كانت بتبصله بدموع. كان نفسي طفل أنت تكوني أمه، بس قدر الله ما شاء فعل. أقابلك متوخر أحسن من إني ما قابلكيش خالص. أنا معيش أتجوز غيرك، معيش واحدة تناسب ريان الدسوقي. عايز اللي حبها ريان وبداها على كل ستات الأرض. عايز اللي القلب دي يدقله، ولو وافقتي تكملي معايا عمري هكون أسعد واحد في الدنيا. جنة كانت بتبصله ودموعها بتنزل. بصلها. طب أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ وأنت مش بتحبيني؟ لو مشاعري من طرف واحد قوليلي. ما المشكلة إني بحبك، وحبك مش من طرف واحد، مشاعرنا متبادلة. أنا كمان حبيتك. طب وليه مشكلة كده؟ ده كويس. لا كده ما هواش كويس. أنا معرفاش أنا لسه بحب كمال أو لأ، بس أنا منسيتهوش، لسه فاكراه. بس بحبك أنت، ورجعت للقلب الحياة من تاني بعد ما كان فقد الأمل خلاص. بس أنا دلوقتي معرفاش لما أحبك أنت أبقى بخون كمال ولا لأ، ولا أبقى بخونك أنت لو افتكرت كمال. مين اللي قالك إن أنا عايزك تنسي كمال ولا أنا كمان نسيت كمال؟ إحنا مش بننساه يا جنة، إحنا بنحاول نعيش. الحياة ما بتوقفش على حد. مش معناه إنه راح خلاص كأنه ما كانش ليه وجود، بالعكس. كمال هو السبب الوحيد اللي خلانا نتقابل، وأبو ولدك، بس هو الله يرحمه. أنا هفضل فاكره، بس إحنا من حقنا نعيش، من حقنا نكمل. أنا بجد بحبك وعايزة أكمل جوازي وأخليه حقيقي. عايزة أعيش معاك اللي فضل من عمري. بس الناس يا ريان يقولوا عني إيه؟ نسيت كمال كأنه ما كانش موجود وعايشة مع أخوه عادي. الناس وقت ما كنت زعلانة على كمال عزوا ومشوا. كل اللي معاه مشوار راحوا ورجعوا حياتهم من تاني، يضحكوا ويهزروا ومحدش حس بألمك أبدا. حتى ولدك لما بقى من غير أب محدش طبطب عليه ولا عبره. أنا كمان لما أخويا راح محدش وساني ولا أخد بيدي. الناس ما بتعيش معانا، الناس بتنسى. وبعدين هي لو وحشة زي ما انت بتقولي كده كانش ربنا حللها. جنة كانت بتبصله بحب. موافقة نرسم طريقنا اللي هنمشي فيه وننسى كل الناس وتتحدى معايا العالم كله. لو هتفضل جنبي موافقة. عمري ما سيبك يا حب العمر. وبكده خلصت حكايتنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد.